جبت كاميرا جديده. الكاميرا القديمه اللي معايا هي الزي في اي 10، انما الكاميرا الجديده زي في اي 10 الاصدار الثاني. بصراحه انا اشتريتها مستعمله لان سعرها غالي جدا. هتقولي طب هتفرق في اي حاجه في الجوده؟ الكاميرا القديمه واللي بصور بيها دلوقتي بتدعم تصوير 8 بت، اما الجديده بتكون 10 بت. هتقولي يا احمد هي فرقت رقمين؟ لا خالص، القديمه بتدعم 16 مليون لون، انما الجديده بتدعم مليار لون. الفرق كبير جدا. فلو جيت بصيت على الوان فيديو طالعه من الكاميرا القديمه جاهزه، انما لو انا بصور فيديو لوج بدون الوان وقمت ملونه هتلاقي الجوده مختلفه تماما، واقدر اغمق الالوان براحتي وافتح براحتي. الكاميرا مش هتقول لي لا. ده غير كمان البطاريه كبروا حجمها وبتشتغل ضعف الوقت، والشاشه هنا بقت تاتش، والقديمه مش بتشتغل غير بالزراير. وممكن بقى بالكاميرا القديمه اخد بيها زاويه تانية. وكمان خلعت العدسه اللي جاي معاها وركبت عدسه سيجما 1850 عشان جوده التصوير والعزل يبقى احسن بكتير. انا اشتريتها بالفلوس اللي المفروض كنت اشتري بيها لاب ماك بوك، وبعت وقتها رامتين 16 جيجا من الجهاز بتاعي. شايفك اللي بتقول لي انت فرطت في قطعتين اثار. يعني الحمد لله مش لازم يبقى عندك كل حاجه. وهبتدي طبعا اصور بيها فيديوهات 4K، ولكن لازم اجيب كارت شاشه الاول لان الجهاز اللي ورايا ده خلاص جاب اخره، واللي بيحب شغله بيصرف عليه كل جنيه. فشايفين هل دي خطوه تستاهل ولا انا اتسرعت؟